لعبة الأمثال. مثل بحرف الألف. آخرت خدمة الغز علقة. الغز دول هم الأتراك اللي غزوا مصر، فأي واحد بيخدمهم لو ما عجبهمش اللي بيعمله بيضربوه، فبقى بيستخدم ان انت لو جيت قدمت خدمة لحد وبوظت الدنيا بنقول المثل ده. مثل بحرف الب. بره وجوه فرشتلك وانت يا مايل ايه يعدلك. ده معناه اني وفرت لك كل سبل الراحه والمساعده اللي اقدر عليها، بس انت مفيش فيك فايده، مش عايز تتغير. وده بيستخدمه اغلب الستات مع جوازهم. مثل بحرف الجيم. جت الحزينه تفرح ما لقيتلهاش مطرح. ده معناه ان كان في حدث سعيد انت في انتظاره، بس الحدث ده ما جاش او اتقلب غم. مثل بحرف الراء. رضينا بالهم والهم مش راضي بينا. ده معناه ان احنا رضينا بوضع مش عاجبنا واستحملناه على مضض، بس برضو الوضع ده كان غلط وما حققش اللي احنا عايزينه. كل الامثال دي واكتر من كتاب الامثال العاميه المصريه جمع فيه كل الامثال الشعبيه اللي بتتقال في مصر، حوالي 3000 مثل. بيقولوا الامثال هي مرايه كل شعب، عاداتهم وتقاليدهم وسلوكهم، وكل شعب في العالم وليه الامثال بتاعته، وان كانت بتتشابه في المعنى في كل دول العالم. في منها اللي بيطلع صح وده اغلبهم، وفي منها الغلط اللي بيضيع مفاهيم الصح عند الناس وممكن يتربوا عليها وكمان تبوظ لهم حياتهم. الكتاب مقسم الامثال بالحروف الابجديه من الالف للياء، وكل مثل مشروح معناه والمناسبه اللي بيتقال فيها كمان. قولولي ايه اكتر الامثال الشعبيه اللي بتحبوها ومن انهي بلد؟